السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ موضوع اليوم عايزين نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. موضوع اليوم هنتكلم عن حقوق الزوجة على الزوج. زي ما الزوج ليه حقوق، الزوجة برضه لها حقوق. طب ايه هي من حقوق الزوجة؟ أول حاجة من حقوق الزوجة حسن العشرة والمعاملة، إن هو يعاشرها ويعاملها بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، ألا ينشر سرها وينفق عليها ويكسيها، والسكن بالمعروف، يعني يعاملها معاملة حسنة ويكون طيب أو حسن معها، ما يعملهاش بالسوء أو بالعنف. ثانيا يحثها على الطاعة. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت. ده كان حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بيقولك إن الراجل لازم يصحي زوجته ويحسها على الصلاة، طبعا بدون إن هو يعنفها، بهدوء واحدة واحدة لحد ما تبتدي تصلي. مش إن هو لازم تصلي ويعنفها، لأ طبعا، نهى الإسلام عن تعنيف المرأة. يعني لازم تحسها باللين في إن أنت تدعوها للصلاة أو طاعة الله باللين بدون عنف، أو إن أنت تكرهها في الطاعة أو العبادة بسبب إن أنت لازم تصلي لازم تصلي، فتبتدي تاخدها عندي وما تصليش. يعني باللين وإن شاء الله تصلي وتلتزم. ماشي. تالت حاجة بقى، يغض الطرف عن بعض أخطائها. يعني كلنا بشر وبنخطأ، مفيش حد ما بيخطأش، فمش كل خطأ هي هتعمله هتمسك لها على الخطأ. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يعني هتلاقي أخلاق مش عاجباك فيها وهتلاقي أخلاق عاجباك، فأنت بص على الأخلاق اللي عاجباك، لأن كلنا فينا عيوب وكلنا فينا أخطاء. مش تمسك كل خطأ هي عملته أو خلق هو مش عاجبك وتفضل ماسكهولها، يعني حاول تتغاضى عنه. ماشي. رابع حاجة، أن يعفها. العفها دي يعني حد الوجوب، إن هو بما يشبه حاجتها وكفايتها، يعني تديها حقوقها الزوجية لحد ما تكون مكتفية. وطبعا ده حسب قدرتك، وإن أنت طبعا ما تنهكش بدنك أو تأذي نفسك. خامسا يتزين الرجل لزوجته ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني لازم ان انت تتزين ليها زي ما انت عايزها تتزين ليك وتهتم بنفسها، لازم برضو انت كمان تهتم بنفسك ليها، لان هي ليها حقوق عليك. ربنا يهدينا وتقبل منا ويهدي كل الأزواج. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.